نبدأ على تمرينة الدراع. تمرينة الدراع ممكن تبدأها البايسبس الأول، الترايسبس الأول، زاوية باي زاوية تراي، مجموعة باي مجموعة تراي، مفيش أي مشكلة. السايكل دي هتبقى الباي لوحدها والتراي لوحدها. طبعا أنا بفضل إن أنا كل أسبوع أسويتش، يعني مرة أبدأ الباي الأول، الأسبوع اللي بعديه أبدأ الترايسبس الأول، عشان دايما الباور في أول التمرينة بيكون أحسن بكتير. فأنت لما تدي الباور في عضلة واحدة كل مرة، العضلة التانية هتتأثر شوية وهتقل معاك. اول زاويه هتبقى معانا في تمرينه البايسبس هتبقى كيرلز على كرسي الارتكاز، البريشر كيرلز. هنثبت جسمنا، هنلعب بايدينا الاثنين زي ما احنا متفقين، نفس السايكل فيها سيبريشن. نثبت اليمين ونلعب بالشمال، نثبت الشمال ونلعب باليمين، بعدين الاثنين مع بعض. دي اول مجموعتين. بعد كده تاني مجموعتين هنلعب على طول سنجل. التكنيك بتاعنا العادي، كل ايد لوحدها، نحاول نوصل للفيلير بوزن تقيل. ويلا بينا على تاني زاوية في البايسبس، هتبقى زاوية سوبر ست. هنرفع الكرسي 60 درجة، نسند عليه بظهرنا، نثبت جسمنا كويس، خلي كوعك مرمي سنة صغيرة لورا، وخلي دايما الكيرل اللي انت بتعمله، السكويز اللي انت بتعمله وانت كوعك مرمي لورا سنة صغيرة. دي هتشغل لك اللونج هيد اكتر، وهتحس ان هي اللونج هيد شغالة معاك بكفاءة اعلى بكتير. طبعا الاوزان فيها مش المفروض تبقى تقيلة، عشان مش هتعرف تثبت كوعك كده. لو الوزن تقيل هتلاقي كوعك بيترمى معاك لقدام. بعد كده على طول هتقوم تلعب سوبر ست، دمبل واحد بس تمسكه بايدك الاتنين زي ما انت شايف كده في الفيديو، وتورس عليه لفوق، تخلي كوعك مرمي سنه صغيره لقدام، تخليه ثابت. تحاول دايما السكويزنج لفوق يكون للاخر. يلا بينا على تالت زاويه في البايسبس واخر زاويه في البايسبس النهارده، هتبقى على الكابلات. حط الهاندل ستريت المستقيمه، نمسك من الاخر، نحاول نخلي كوعنا مرمي برضو سنة صغيرة لقدام، ونحاول نورس على البايسبس فوق للآخر. هنبدأ بعد كده أول زاوية في الترايسبس، هناخدها على الكابلات. هنلعب سكال كراشر، هنلعب بالزجزاج الضيق، نمسك المسكة الضيقة بالزجزاج، ننزل الكود، ننزل الكابلات تحت خالص، وحاول تخلي الكرسي مرفوع سنة صغيرة، بحيث ان انت وانت بتنزل تبقى عندك مدى حركي كامل تحت على الترايسبس، تعرف تستريتش للاخر. هقول لك برضو تريكايه صغيرة جدا، حاول وانت بتلعب ترمي كتفك كله لورا عشان تنزل ورا دماغك على طول، هتعرف تستريتش اكتر، وفي نفس الوقت هتعزل كتفك تماما في الزاوية دي. يلا بينا على تاني زاوية في الترايسبس، هتبقى زاوية السبريشن اللي احنا متعودين عليها. هنلعب دمبل اكستنشن، هنمسك دمبلين في ايدينا عادي، هنلعب 5 عدات بايدنا اليمين، 5 عدات بايدنا الشمال، بعدين نقفل الدمبلين على بعض زي ما انت شايف كده في الفيديو، ونطلع بالدمبلين مع بعض لفوق كاننا بنلعب دمبل واحد اوفر هيد. بس الدمبل الاتنين هتبقى اصعب شويه، فخلي الاوزان اخف شويه معاك. طبعا هنعمل الكلام ده مجموعتين. بعد كده المجموعتين التانيين هنلعبهم سنجل عادي، دمبل اكستنشن عادي بوزن تقيل، ونحاول ان احنا نوصل للفيلير فيه. اخر زاويه في الترايسبس النهارده، واخر زاويه في التمرينه كلها، واخر زاويه في السايكل عامه، هتبقى ترايسبس بالبار الفلات بتاع الشست. بس هنمسك كلوز جريب، نمسك ايدينا ضيق عند مستوى الكتف كده، ونخلي النازله كلها تحت الشست على طول عند الريب كيج، ونحاول ان احنا نسكويز على الترايسبس في كل عده، نقرص عليها، نجيب اخرها خالص. يبقى انت كده خلصت الترايسبس وخلصت البايسبس وخلصت كل تمرينة الدراع عامة. بس كده دبابة، خلص والعب شوية بطن، وعايز تلعب شوية كارديو تمام. متنساش تقولي رأيك في التمرينة ايه وفي السايكل كلها، واحلى مسا عليك يا دبابة.